المشكله اللي كطيحهم كاملين. ما عرفت مالي مع فيسبوك ادز، ديما كيتسد ليا الاد اكونت وما عرفتش المشكل فين هو. المشكل هو انك كتخالف بوليسي ديال فيسبوك اولا القوانين ديال فيسبوك. السلام عليكم الدراري والدريات ومرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نوريكم بعض الحلول باش ما توقعوش في السدان ديال فيسبوك ادز اولا الاد اكونت ديالكم. غالبا ما كيجي المشكل بانكم كتخالفوا القوانين ديال فيسبوك ادز، البوليسي ديال فيسبوك ادز. كاينين مجموعه ديال القوانين اللي الا خالفتيهم الا لاحظهم فيسبوك في الادز ديالك، يعني هو كياناليزي الاشهار ديالك، يا اما كتكون مخالفه شي حاجه بينتيها في لا فيديو اولا شي حاجه كاينه في الفويس اوفر اولا شي حاجه كاينه في الديسكريبشن ديال لا فيديو. فانا جبت لكم مجموعه ديال البوليسي ديال فيسبوك اللي الا خالفتيهم غادي تسد لك فيسبوك ادز. وللتنبيه كاينين بعض لي بوليسي اللي ممكن تخالفهم ولكن خاصك تعرف الطريقه الصحيحه كيفاش تخالفهم. هادشي كله غادي نعرفوه في لا فيديو ويلا نمشيو. دونك اول حاجه الاخوان غادي نبداو بها اللي هي عندها علاقه بالهيلث، الصحه. الا كنتي كتبيع واحد المنتج مثلا خاص بعلاج الجروح، you must be careful with how you show the body in your ads. يعني خاص تكون حذر في كيفاش اولا في طريقه عرض الجسم في الاعلانات، يا اما في الادز ديالك اولا في اللاندينغ بيج اولا في البرودكت بيج. خاصك تكون حذر في كيفاش دير الصور ديال الجروح، يعني ماشي ما خصكش تبين الصور ديال الجروح اولا الدم اولا الاصابات. علاش؟ حيت الكلاينت اون فوا غيشوف هذاك الشيء غادي يسكيبيه، غادي يطلع لك انت الكوست وغادي تسد لك فيسبوك ادز. دونك الجروح والدم والاصابات حاول ما امكن انك تيفيتيهم وحاول تعرضهم بواحد الطريقه اللي ما تكونش بريسيزي، ما تركزش عليهم بزاف. حتى في الادز ديالك ما تركزش عليهم بزاف حيت غادي يخلقوا لك واحد المشكل اللي كبير وغادي يسدوا لك الاد اكونت. دونك ندوزو لحاجه اخرى، الادز ديالك ما خاصش يكون فيه لو راسيزم او لا ديسكريمينيشن. شنو هذا الراسيزم او لا ديسكريمينيشن؟ ما خاصش يكون الادز ديالك فيه العنصريه، يا اما العرق او الاصل او لون البشره. يعني ماشي تكون كتشجع مثلا واحد الفئه وتخلي فئه مثلا شي ادز كيشجع على الناس اللي البشره ديالهم بيضاء وكيسيء الناس اللي عندهم بشره سوداء. اي حاجه داخله في العنف والعنصريه ايفيتيها عليك. العنف بخصوص مثلا الا كنتي كتبين شي مشهد شي واحد كيضرب شي واحد اولا شي واحد كيغوت على شي واحد، العنف خاصك تيفيتي حتى هو، حيت اون فوا كيشوفوا البوت ديال فيسبوك كيسد لك الاد اكونت ديالك. اولا حتى شي حاجه كتشجع اولا كتوحي على العنف، بحالاش مثلا شي عصا شي سلاح، اي حاجه واخا تبيعها على شكل الدفاع عن النفس، يمنع منعا كليا انك تبيع سلاح العصا او لا اي حاجه واخا تكون مثلا دفاع عن النفس، ممنوع انك تبيعها. يوم فوا يشوفك البوت تاع فيسبوك غادي يسد لك الاد اكونت ديالك مباشره. دونك ندوزو لحاجه الاخرى واللي هي الادز ما خصش تبروموتي فيه الفولس او لا الانرياليستيك بروميسز. بحالاش كتعطي مثلا شي وعود اللي ما يمكنش يتحققوا او لا مستحيله. مثلا ممكن تخسر 10 كيلو في اسبوع واحد الا شريتي من عندي هذا الايبوك او هذا البروغرام. ما يمكنش انت تخسر 10 كيلو في اسبوع واحد. اولا مثلا تقول ليه غادي تربح معايا مليار في الساعه اولا مليار غتربحها معايا في النهار الا شديتي معايا اولا الا شديتي ولا شريتي من عندي هذا الكورس. هادشي كامل هاد الوعود هادو اللي ما يمكنش يتحققوا، هادو راه غادي يسد لك فيسبوك الاد اكونت ديالك. دونك حاول تيفيتيهم. انا كنمشي لكم لهاد الاخطاء الصغيره اللي فريمون ما كتردوش لهم البال واللي غادي يديروا لكم واحد الفرق كبير. داكشي اللي باقي جاي، باقي بزاف ديال الحوايج غادي تعرفوا عليهم اللي كنتو كديروهم وما يصحابكمش بلي راه هما السبب ديالكم. دونك no existing functionality هادي تعذبت باش نلقاها وقلبت عليها في واحد البلاصه اللي انا براسي ما كنتش عارفه كيفاش هاد no existing functionality. مثلا البرودكت بيج او اللاندينغ بيج داير فيها واحد البوطون ولكن هو غير تصويره. يعني الناس اولا الكلاينت فاش كيدخل كيبدا يورك عليه كيشوف البوت تاع فيسبوك كيشوف شي حاجه ماشي هي تجيك. دونك كيفاش الكلاينت كيورك وحتى حاجه ما واقعه. هاد نو اكزيستين فونكشناليتي راه تقدر تسد ليك الفيسبوك ادز ديالك. فور اكزامبل ادين ا بوتون اور ايميج ذات ابيرز كليكيبل. دونك ما كتكليكاش، يعني كتبقى كليكي ولكن هي راه غير تصويره. هادشي يقدر يسد ليك
الفيسبوك ادز ديالك. ندوزو لحاجه اخرى واللي هي هادي باينه، سيليندروكس اور فيب او لا اي حاجه عندها علاقه بالمخدرات هادي راه ممنوعه. كتبقى لينا حاجه واحده اخرى، هذه حاجه مهمه. الادز should not contain many grammatical or spelling mistakes. الادز ديالك ما خاصش يكونوا فيه الاخطاء، وتجنب الرموز والارقام بحال هادو. علاش غادي نتجنبهم؟ واش حتى هما كيديروا لي مشكل؟ علاش؟ حيت فيسبوك البوت ديالو كيشوف ان هاد الرموز ممكن توصل للكلاينت شي حاجه اللي هو ما يفهمهاش، شي حاجه خطيره، مثلا شي رمز، شي لغز اولا شي سر كتوصل للكلاينت والروبو ما يعيقش بك. دونك كيقول بانك انت غتستعمل هاد الرموز باش تدوزها عليه هو، فهمتي؟ فهادشي هذا كيتعتبر سبام. وقد تعتقد المنصه ان المعلن يحاول اخفاء شيء. اوكي، دونك الاخوان حاولت ندير انا هذا الشيء باللونجلي وحاولت نديرو بالعربيه حيت بزاف ديال الناس ما كيفهموش اللونجلي، ولكن راه ضروريه لكم ما تعلموها. ندوزو لاخر حاجه عندنا وهي البيفور والافتر. كيفاش تعمل البيفور والافتر؟ البيفور والافتر بزاف ديال الناس كيديروها في الادس ديالهم، ولكن هي راه ممنوعه. وميم طون خاصك ديرها، خاصك تعرف القوالب كيفاش ديرها. البيفور والافتر خاصك تعرف كيفاش تستعملها بلا ما يسد لك الاكونت، حيت هي راه ممنوعه. مثلا كتبين شي واحد غليظ، كتقول ليه ها كيفاش غتولي رقيق. اوكي، اولا كتقول ليه مثلا هادي وحده اخرى كتقول ليه مثلا انت غليظ، الا جديتي من عندي هاد الدواء غادي تولي رقيق. اولا مثلا انت سنانك صفرين، هادو مثلا كتخاطبوا مباشره، كتقول لي مثلا انت غليظ اولا انت سنانك صفرين، بحال كتبين باللي ان فيسبوك ادز بيع عليك الداتا، فهمتي؟ هادشي راه بعيد، يعني هادشي ما كتردوش ليه البال، يعني تبقى تقول ليه انت غليظ اولا انت هكا، لا ما خصكش تقول ليه بحال هكا، خاصك تعرف كيفاش تخدم القوالب، وهادشي كامل غادي نعرفوه ان شاء الله في الحلقات الجايين. دونك الاخوان كانوا هادو هما بعض الامور اللي خصكم تعرفوها. كاينين بزاف ديال القوانين. كانت هذه هي البارت الاولى. الا بغيتو البارت الثانيه ما تنساوش تقولوها لي في لي كومونتير، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي غافلين عليهم. والحلقه الثانيه ان شاء الله الا بغيتوها راه غتكون عامره بالشروط اللي خصكم تجنبوهم. دونك هكا غتكون تعرفتي على لي بوليسي ديال فيسبوك، ونتمنى انك تفاداهم باش ما باقيش تطيح في هاد الاغلاط وما يتسدش ليك الاكونت، حيت هذه مشكله كطيح بزاف ديال الناس. دونك كان معكم عثمان، ما تنساش دير معاك لايك وشي كومونتير يكون زوين.